قلت اجرب تجربة، وجبت الحاجة، وبعد ما جبت الحاجة التجربة فشلت، باظت خالص. باظت. يلا تعالوا نشوف انا عملت ايه وايه اللي حصل. جبت بطاطس، نص كيلو، نص كيلو بطاطس، او 3 بطاطسات كبار، غسلتهم وقشرتهم زي ما انتم شايفين، وحطيتهم وغسلتهم كويس، وحطيتهم في الحله، واحط عليهم ميه، وهحط الحله على النار، البطاطس تستوي لحد كده كويس، لحد كده التجربه ماشيه كويس جدا. طيب، عندي بطاطس اهي استوت خلاص، وعندي بصلايه صغيره اقطعها 4 ارباع، احطها في الخلاط، بس الافضل عشان انا الخلاط تعبني، لو عندك كبه حطيها في الكبه، حطي حبه حبه في الكبه. طبعا ما تجربيهاش، ده بقولك الانصح ما تجربهاش لانها باظت، وخساره تعبي وفلوسي. الحمد لله. زي ما انتم شايفين كده، ابتديت احط البطاطس في الخلاط، وهبتدي احط البصل واضربهم في الخلاط. انا شفت التجربه دي، انا مش جايباها من عندي، دي مش تجربتي. تمام. هحط البصل وهضرب البطاطس في الخلاط. طب وبعد كده، زي ما انتم شايفين كده، ادي البطاطس اتضربت كويس، زي ما قلت لكم حطوها في كبه احسن، ده لو هتجربوها، التجربه فاشله. ابتدي بقى احط معلقه صغيره ملح، و3 معالق نشا. 3 معالق نشا بالظبط. هبتدي اقلبهم كويس، انا بعمل زي الوصفه بالظبط، لا زدت ولا نقص. تمام كده. عندي طبق هحط فيه قمع او كيس بلاستيك بتاع تلاجة، اهو كيس عادي بتاع تلاجة، مش مكلف يعني، بس هي التكلفة في البطاطس والنشا والبصل، ورق الزبدة، يعني الحمد لله كل حاجة غالية دلوقتي، فالواحد بيحاول بقدر الإمكان يحافظ. وقلت أعمل لعيالي شوية شيبسي ياكلوهم كده، بدل ما الشيبسي اللي بره فيه مواد حافظة، بس يا ريتني ما قلت أعملها، كل حاجة باظت. تمام كده. بصوا، عندي ورق زبدة فرشتها، وهقص الكيس لحد كده، التجربة زي الفيديو بالظبط، زي اللي أنا شفته بالظبط. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هبتدي بقى احطهم كلهم بقى، انا لوحدي مع نفسي. تمام. خلصوا كده. هو جاب في الفيديو ورق زبدة وحطها، وابتدى يدوس عليها بحاجة بالراحة يفرد البطاطساية. يعني بص، انا بدوس بالراحة، مش بدوس جامد، خايفة جدا على البطاطس، بس مش هتطلع بطاطس في الاخر، الحمد لله على كل حال. هروح بقى اشترك الشيبسي للعيال بدل اللي انا عملته ده. زي ما انتم شايفين كده، هبتدي زي ما انا هوريكم شكله كده، هبتدي احطه في الفرن. يعني انا هوريكم شكله دلوقتي اهو، مفروض اهو زي الفل. هبتدي احطه في الفرن. بص بقى، جيت طلعته من الفرن، يا ريتني ما طلعته، يا ريتني ما طلعته، تعبي ضاع. ايه ده؟ فين البطاطس؟ البطاطس راحت فين؟ هو قال درجة الحرارة هتبقى 180، درجة الحرارة كانت 180. بصوا، دي في الاخر طلعت الصينية على امل اني هلاقي شيبسي، ما لقيتش حاجة، باظت. قولوا لي اعمل ايه؟ باظت خالص خالص.
تجربة فاشلة بكل المقاييس، تجربة ملهاش لازمة، ما خدتش منها غير بس دي في الاخر النتيجة فاشلة جدا بكل المقاييس، باظت. ما خدني غير بس التكلفة والبطاطس وورق الزبدة وخلاص كده، والنشا والملح والمية والغاز. يلا الحمد لله، في الاخر رميتها واشتريت لعيالي شيبسي جديد. شفتوا بقى؟ ما دي النتيجة، رميتها في الزبالة. يلا باي، مع السلامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.